طيب بص، عشان تعرف تحسب لنفسك الكالوريز اللي جسمك محتاجها في اليوم، سواء اذا كنت عايز تثبت وزنك او تزيد او تقل، لازم تعرف معادلة بسيطة جدا، وهي الانرجي بالانس ايكويشن. يعني انت جسمك حاجة كده في النص، في طاقة داخلة وطاقة خارجة. الطاقة اللي داخلة دي عبارة عن اكل، الطاقة اللي خارجة دي عبارة عن النشاط اللي بتعمله في اليوم، وبي ام ار. البي ام ار ده اللي هو البيزل ميتابوليك ريت، يعني الطاقة اللي جسمك بيحرقها عشان يعيش، عشان تشغل المخ، عشان تشغل الوظائف الحيوية بتاعت جسمك كلها. دي اللي هي البي ام ار. وفي حاجة تانية بس بسيطة قوي، وهي الثيرمال افكت اوف فود. دي الطاقة اللي جسمك بيحتاجها عشان يهضم الاكل، بس دي بتبقى بسيطة قوي، حوالي 8%. فيلا بينا نشوف الجزء العملي. طيب هتخش على جوجل على طول وهتكتب كالوريز كالكوليتور، هيطلع لك اول نتيجة خش عليها، هيطلع لك جدول بالمنظر ده، هتبتدي تملاه. ده طبعا السن، بعد كده النوع ذكر ولا انثى، بعد كده الطول، بعد كده الوزن، بعد كده الخانة دي اللي هي الاكتيفيتي دي خلي بالك منها جدا، عشان لو اخترت حاجة غلط النتائج بتطلع غلط والارقام بتطلع مختلفة. فاول خانة دي اللي هي البي ام ار اللي انا قلت لك عليها، البيزل ميتابوليك ريت، دي لو انت ما بتعملش اي مجهود. التاني حاجة دي لو انت ما بتتمرنش او بتعمل تمرينات خفيفه قوي. الخانه اللي بعدها دي لو انت بتتمرن مثلا من مره ل3 ايام في الاسبوع، بعد كده من 4 ل5 ايام في الاسبوع، وهكذا. كل ما تنزل كل ما الشده تعلى، لحد ما توصل ان يومك كله بيبقى شغل وحركه. يعني انت بتتمرن بشده عاليه طول الاسبوع، وشغلك عباره عن حركه ومجهود. فانا بالنيابه عني هختار اللي هي الاكتيف دي، وهنقوم دايسين كالكوليت. هيطلع لك هنا النتائج كلها. اول خانه اللي هي ال 200 ويت دي الكالوريز اللي انت محتاجها عشان تثبت في الوزن. لو عايز بقى تخس خسسان خفيف اللي هي المايلد ويت لوس، كده انت محتاج 2784 كالوري في اليوم. لو انت بقى مش عايز تخس ولا تثبت وزنك، عايز تزيد، هتقوم داس على الخانه دي، هيطلع لك بقى النتائج. ماشي، او النتيجه دي اللي هي بتاعت زياده الوزن الخفيفه، بعد كده اللي هي المتوسطة، بعد كده دي زيادة الوزن السريعة جدا. مثلا لو وراك مناسبة مثلا كمان اسبوعين 3، فممكن تمشي على دي. بس كل حاجة بتبقى اكستريم بيبقى ليها اضرار. ابتدي طبق من النهاردة وقول لي عملت ايه. سلام.